بلا شك انت في يوم من الايام سمعت كلمة الاستثمار وحسيت ان انت عايز تعمل الموضوع ده، وكل الناس كانت بتقولك قد ايه الاستثمار هي الحاجة الاساسية اللي خلتهم يبقوا اغنياء ويعملوا فلوس كتيرة. فاحنا في الفيديو ده عايزين ندي مقدمة بسيطة جدا عن موضوع الاستثمار. عايز افهمك ايه هو الاستثمار، ايه الحلال والحرام اللي منه، انت مفروض تبدأ فيه ولا لا، وازاي تبدأ فيه لو قررت انك تبدأ. اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. الحلقه دي مش دليل كامل للاستثمار. الاستثمار موضوع كبير جدا، في حاجات كتيره جدا، في انواع كتيره جدا من الاستثمار. انا بس بحاول اتارجت الناس اللي هم سمعوا كتير عن الاستثمار بس عمرهم ما بدأوا فيه، او الناس اللي ما يعرفوش قوي الاستثمار ده بيشتغل ازاي، او الناس اللي مشتتة من كتر ما في حاجات كتير مختلفة وانت خايف تاخد الخطوة لان انت عندك كده احساس ان انت اكيد هتخسر فلوسك كلها. فالفيديو ده هيديك المقدمة اللي تفهمك المواضيع دي مش اللي تخليك تبدأ. فاول حاجة عايزين نبدأ فيها، يعني ايه كلمة استثمار؟ الاستثمار بالبلدي فكرته ان في رجل اعمال في يوم من الايام عمل فلوس كتير، وفلوسه دي كانت مركونة على جنب، كانت محطوطة في البنك، كانت متخزنة تحت البلاطة، ايا كان. والراجل ده لاحظ حاجة معينة، وهي ان قيمة الفلوس دي بتقل مع الوقت، ده من خلال التضخم ومن خلال حاجات كتيرة جدا. فالحل هنا بالنسبة له كان، طيب ما انا المفروض اعمل حاجة بالفلوس دي. والحاجة التانية اللي حصلت ان نفس الراجل ده كان طماع جدا، مش طماع بطبعه بس طماع لان اي بيزنس اونر، اي حد بيسعى ورا فكرة انه ينجح شركة او بيزنس او يعمل فلوس، هو دايما طموحه بيقعد يكبر معاه. فبيلاحظ ان هو مهما عمل ملايين كتيرة جدا هو ما زال عايز يعمل حاجة اكبر بكتير. ودايما لاحظ ان مفيش طريقة ان انت تعمل حاجة اكبر بانك تشتغل بايدك، لا، الطريقة الوحيدة هي ان انت تشغل فلوسك. لان الفلوس كمادة هي حاجة ولا بتعتمد على عنصر الوقت اللي موجود عندنا اللي احنا بنعتمد عليه، ولا بتعتمد على العناصر الطبيعية بتاعت اي شغل او بزنس. الفلوس ليها العناصر الخاصة بيها اللي بتساعدها ان هي تكبر او تصغر بسرعة رهيبة جدا. في ناس كتير جدا بتبقى اغنياء في يوم وليلة، وناس كتيرة جدا بتخسر كل فلوسهم في يوم وليلة. ففكرة بقى هنا جت فكرة الاستثمار، اللي هو الراجل ده خد الفلوس دي وقرر ان هو هيشغل الفلوس، هيحط الفلوس في حاجة معينة، الحاجة دي في مخه هي اللي المفروض تعمل له فلوس. فالكلمة المحورية هنا ان الراجل علشان يستثمر، انت علشان تستثمر محتاج فلوس تستثمر بيها. انا بقول الجمله دي بكل وضوح لان من اكتر الكومنتات اللي بتجيلي من ناس هم اصلا ما عندهمش مصادر دخل، بيقول لي انا عايز اعمل فلوس فعايز اروح استثمر. هو واخدها غلط، واخد ان الاستثمار هيعمل له فلوس، ولكن الاستثمار فعلا بيعمل فلوس، ولكن الحاجة الأولى في المعادلة بتاعتنا إن أنت لازم تحط فلوس علشان تعمل فلوس. هل أنا كده بقول إن أي حد ما عندوش فلوس أو مصدر دخل قليل ما يقدرش يستثمر؟ مش دي الحقيقة، وهنتكلم في ده كمان شوية. ولكن الأمر الواقع إن مش ضروري أنت لو شخص ما عندوش دخل خالص يبقى أنت هتعرف تبدأ في الاستثمار. هنيجي في الشق التاني وهو الحلال والحرام في الاستثمار. ناس كتير جدا مش بتخش في الاستثمار لأن هي بتقول إن هو حرام، لله وللوطن كده حرام. وناس كتير جدا بتبرر حاجات كتيرة جدا في الاستثمار على اساس ان هي كده كده حلال، ويا عم سيبك من كلام الناس ومش عارف ايه. فخلينا نقول حاجة، الشخص اللي بيحلل الحرام دي مصيبة كبيرة جدا. مفيش حاجة اسمها يا عم طنش وخلاص، مفيش حاجة اسمها كده. ولكن الشق التاني برضو مهم، الشخص اللي بيحرم الحلال برضو غلط، ده برضو غلط. ما ينفعش نحرم الحلال، ينفع نقول انا هبعد عن المجال ده لان هو فيه شبهات، وانا مش عايز ادرس، يعني ما عنديش الخلق ان انا ادرس زياده ان انا اشوف الشبهات دي فين فابعد عنها، فانا مش عايز اخش في الموال ده. يا سيدي نحترمك بس ما ينفعش تحرم الحلال. طيب، ايه الحلال والحرام؟ طبعا في ابعاد كتيره جدا هنا، وفي يعني حوارات كتيره، وانا اصلا مش راجل دين عشان اديك المعلومه دي. ولكن الخلاصه كده ان في وجهه نظري ممكن يكون 70 ل 80% من الاستثمار اللي في العالم في حرمانية. ليه؟ مش لحرمانية الاستثمار نفسه، لا، لحرمانية المادة اللي انت بتستثمر فيها. وحدي شوية أمثلة بسيطة جدا. احنا عندنا كذا نوع من الاستثمار. الاستثمار في ان انت تستثمر في سوق الأسهم. سوق الأسهم ده شركات طرحة نفسها، حاطة نفسها في السوق، انت بتشتري جزء من الشركة دي. كل اللي انا قلته لحد دلوقتي ما فيهوش حرمانية تماما.
ممكن تستثمر في صندوق استثمار. صندوق الاستثمار ده عبارة عن نفس الفكرة، مجموعة شركات محطوطين في صندوق واحد، فانت لما تحط فلوسك في الصندوق ده بدل ما بتشتري جزء من شركة بتشتري أجزاء مصغرة من مجموعة الشركات اللي داخل الصندوق. برضو يعتبر داخل سوق الأسهم لأن هو معتمد على فكرة الأسهم. كل اللي أنا بقوله ده كفكر ما فيهوش مشكلة. في أنواع تداول تانية زي بقى الفوركس، العملات الرقمية، العملات عامة او الذهب، في يعني في انواع كتير جدا، يعني نقعد نتكلم فيهم بقى ساعات وكورسات بالساعات علشان تعرف بقى ايه تحلل كل واحدة فيهم. ولكن احنا هناخد الحاجات البسيطة اللي احنا قلناها. وطبعا في الاستثمار في الشركات الناشئة، لقيت شركة، فكرة شركة حلوة عجباك، حطيت فلوسك فيها وجابت لك عائد او خسرت. وفي بقى الاستثمار في العقارات، يعني في انواع كتيرة جدا بالاستثمار يعني. وكل دولة بيبقى عندها انواع استثمارات ممكن تبقى متعلقة بهذه الدولة فقط، لان هي مثلا مادة معينة موجودة في الدولة دي اكتر او كده. المهم، انا دلوقتي قلت لك مثلا سوق الاسهم، وان الاسهم وانت بتشتري في شركه، واللي انا قلته ده شكله حلال ما فيهوش مشكله، وهو فعلا كفكره حلال. تيجي المشكله فين؟ لو انا مثلا الشركه اللي انا هشتري فيها سهم، الشركه اللي انا هديها فلوسي علشان هم ياخدوا الفلوس دي ويكبروا الشركه، وفي المقابل انا واخد نسبه من الشركه دي، يعني عندي جزء صغير من الشركه بتاعي، فلما الشركه تعمل ارباح انا باخد نسبة من الأرباح دي، أو ببيع النسبة بتاعتي في الشركة فبعمل فلوس أكتر. ده فكرة الاستثمار في الأسهم بيشتغل إزاي. لو الشركة دي شركة بتبيع مثلا خمرة، أو بتبيع سجاير اللي هي أصلا مواد محرمة، طبيعي 100% الاستثمار في الشركة دي بعينها حرام 100%. طب ايه المثال التاني؟ لو انت مثلا استثمرت في شركة بتصنع تليفونات موبايلات، ما بتعملش اي حاجة تانية، هي بتصنع موبايلات بس، الاستثمار في الشركة دي هيكون حلال. بس الموضوع بالبساطة دي. ففي استثمار في الأسهم حرام، وفي استثمار في الأسهم حلال، مش كله حرام ومش كله حلال. وهنا الموضوع ده ليه تاني أبعاد كبيرة جدا. من ناحية إيه؟ من ناحية إن أنت مثلا في ناس هتقول لك حرام تستثمر في شركات الفنادق، لان الشركات اللي عندها فنادق بيقدموا خمره وجزء من الربح بيكون في الخمره، فده بيقول ان حرام تستثمر في الشركه دي. انا عايز اقول لك ان في الشرع لو انت سالت في اي دوله هتلاقي ان مش ضروري كلهم حرام، طبعا معظمهم حرام خلي بالك، ولكن في منهم مش حرام. وفي طريقه في الشرع ان انت يعني لفه كده انا شخصيا مش عارفها بالتفاصيل، ان انت ازاي تعرف تستثمر فيها بالشكل الحلال، اكنك بتحط فلوسك بس في الادوات الحلال اللي داخل هذا السهم مثلا، وهكذا. وبالتالي انا مش راجل بتاع شيخ، انت ممكن تسال المتخصصين في ده او تقرا اكتر، بس اسال متخصص، ما تسالش اي حد وخلاص، ما تتفرجش على اي فيديو على السوشيال ميديا وخلاص. فده مثال بسيط جدا على الحته دي. وصناديق الاسهم نفس الحاجه، في صناديق فيها شركات كلها حلال، وفي صناديق فيها شركات نص حلال ونص حرام، وفي صناديق فيها حرام بس، وهكذا. فاحنا بنعمل ايه؟ الحمد لله الازهر، واعتقد يعني في العالم كله بقى في حاجه اسمها اسهم متطابقه للشريعه الاسلاميه. ده موجود في مصر، ده موجود في تقريبا في كل حته في العالم، حتى في امريكا، حتى في الدول اللي مش مسلمه. بيقول لك احنا عندنا صندوق استثمار بنحط فيه كل الشركات اللي هي اسمها شريعه كومبلاينت، اللي هي شرعا ينفع تستثمر فيها لانها كلها حلال. فده بيسهل عليك موضوع احط فلوسي في انهي صندوق، دور على الصندوق اللي شريعه كومبلاينت، حط فلوسك فيه وخلاص كده انت ضامن الحمد لله الدنيا تمام. ده اول شيء. الشيء الثاني برضو الازهر مثلا كمثال عاملين لسته طويله عريضه من الشركات سواء في السوق الاسهم المصري او الامريكاني اللي يعتبروا يتبعوا الشريعه، اللي انت ينفع تستثمر فيهم بناء على نوع التداول او نوع الصناعه اللي الشركه دي بتاخدها. فانت كمان تقدر لو عايز تستثمر في اسهم بعينها تقدر تعمل ده. هتقول لي طب ما انا كده فرصي اقل ان انا بستثمر في شركات حلال بس والحرام هي اللي بتعمل فلوس. يا حبيبي ده انت بتعمل ده لربنا، انت بتعمل ده حاجه اسمها تعبديه، انت تعبدا بربنا انت بتعمل ده، انت مش بتعمله عشاني ولا عشان خاطر الفلوس. فعشان كده ده شيء ما فيهوش نقاش. ده سريعا جدا في الحلال والحرام. في تفاصيل تانية لو قلنا الاستثمار في العملات الرقميه. الاستثمار في العملات الرقميه عندنا هنا في مصر كمثال هي اصلا غير قانونيه، واي شيء غير قانوني لو عملته حتى لو هو شرعا ممكن ما يكونش حرام بس هو ضد القانون فهو بيندرج تحت الحرام يعني لنسبة معينة، لأبعاد تاني معينة، ان انت بتخالف بقى الرأي الولي ومش عارف ايه شوية كلام كده. فاللي عايز اوصله لك ان ممكن في دولة تانية زي امريكا الاستثمار في العملات الرقمية ما يكونش حرام. ليه؟ لان هم اصلا عندهم هناك قانوني، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون لسه ما طلعش فتوى في الحتة دي لانها جديدة. حاجة زي مثلا ال NFTs كانت في فترة ظهرت قوي، ما كانوش لحقوا يطلعوا لها اصلا شرع، يعني هي لسه طالعة، انت مش عارف هي حلال ولا حرام، لسه ما حدش اتكلم عنها ولا حتى درسها يعني. فطبعا في ابعاد كتيرة جدا. المهم
ده سريعا جدا موضوع الحلال والحرام. دلوقتي عايزين نخش في الاستثمار نفسه. انت المفروض تستثمر ولا لا، او بناء على ايه تستثمر؟ الامر الواقع زي ما قلت لك في الاول، انت لو معكش فلوس كفايه حاول ما تستثمرش فلوسك. ليه؟ لان انت اصلا معكش فلوس، انت ما عندكش مصدر دخل. كمثال، اللي ما عندوش مصدر دخل ومش بيحوش فلوس، طب هيستثمر ايه بالظبط؟ هتبيع حاجات وتقعد تستثمر فلوسها وتقعد تبيع كل شويه؟ انت كده بتخسر اسيتس عندك، انت كده بتخسر فلوس مش بتكسب فلوس. فلو انت شخص ما عندوش مصدر دخل، ما تستثمرش فلوسك، انت محتاج تدور على مصدر دخل، انت لسه في حتة تانية خالص. ولو انت شخص عنده مصدر دخل ولكن الفلوس دي مش بتكفيه لاخر الشهر، انت مش محتاج تستثمر فلوسك، انت محتاج تتعلم تحوش فلوسك الاول. حوشها وبعد ما تحوشها استثمرها. وحد هيقول لك طب ما بدل ما احوش استثمر على طول. يا عم عينيا ليك، بس انت اصلا ما بتحوش عشان ما بتعرفش. اتعلم التحويش ومنه حوله لاستثمار بعد كده، وده احنا دي المرحله اللي داخلينها بعد كده. ولكن في حاله عدم وجود مصدر دخل او وجود مصدر دخل خفيف، ما تستثمرش فلوسك، انت مش جاهز للاستثمار. هنيجي للشيء التاني، الناس اللي محوشه مبلغ والمبلغ ده موجود عندهم ما بيعملش اي حاجه راكد. لو انت شخص مش خايف تخسر المبلغ ده، او مش محتاج المبلغ ده على المدى القريب، مش محتاجه، ممكن تسيبه سنتين 3 4 من غير ما تبص عليه، نصيحتي ليك بدل ما انت سايبه راكد كده، حتى لو حطه في البنك، حتى لو حطه في شهاده، احسن لك انك تروح تستثمر المبلغ ده. احسن لك مليون مره ان انت تحط المبلغ ده في سوق الاسهم. ليه؟ لان على المدى الطويل سوق الاسهم هيكون بيعمل لك ارباح. الارباح دي ممكن ما تكونش ارباح ينفع تستلمها فورا زي الشهادات وكده، ولكن احنا اتفقنا ان انت مش محتاج المبلغ ده على المدى الطويل. بس بعد 3 سنين لو انت كنت سايب الفلوس دي في شهاده، هتلاقي ان الفلوس دي قيمتها قلت. ولو انت كنت حاططها في صندوق استثمار وان شاء الله الدنيا يعني ما باظتش، هتلاقي ان انت فعلا عملت مكاسب كبيره جدا. هتقول لي طب ما انا ممكن اخسر. هقول لك بس نسبه الخساره في سوق الاسهم على المدى الطويل مش معدومه، بس هي ابس اند داونز. يعني ممكن تقول لي حصل ازمه اقتصاديه وتعويم فالسوق كله وقع، صح، بس بعد 5 6 سنين انت كده كده هتكبر، هتوصل للمرحله اللي انت بدات منها وهيعلى تاني. ليه؟ لان دي سنه الحياه في موضوع الاسعار السلع يعني والمنتجات وهكذا، دي سنه حياه ما بتتغيرش. فانت على المدى البعيد جدا كده كده كسبان باذن الله تعالى يعني. ف ده بالنسبة للناس اللي معاهم المبلغ ده راكد ما بيعملوش بيه أي حاجة. دايما أحسن لك إن أنت تستثمره لو أنت فعلا قادر تاخد الخطوة الجريئة دي، لأن هي في الأول والآخر محتاجة جرأة. ليه؟ لأن الاستثمار معناها مكسب وخسارة، معناها إن أنت على المكسب بتكسب وعلى الخسارة بتخسر، وده اللي مخليه حلال الحمد لله. فعشان كده أنت لازم تبقى راجل مستعد ياخد ريسك، بتعرف تاخد مخاطرة، وحتى في الأسهم هي مخاطرة بسيطة جدا 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 يعني. فده مثلا موضوع الناس اللي معاهم مبلغ راكد. بالنسبة بقى للناس اللي معاهم مبالغ كبيرة، انت لو ما بتستثمرش فلوسك دي انت في مشكله. لو انت دخلك كبير جدا وكل شهر مثلا بتدخل 2 مليون جنيه، وكل شهر بيتبقى في الفلوس اللي انت محوشها نص مليون ولا مليون جنيه، انت بتعمل ايه في حياتك؟ الفلوس دي لازم تستثمرها، وليكن تشتري بيها عقارات، وليكن تشتري بيها اسهم، وليكن تحطها في شركات ناشئه يعني ستارت ابس وتبدا تستثمر فيهم. لازم تحرك فلوسك. عايز اقول لك ان الفلوس ما تتحركش، ان الكاش فلو بتاعك او الفلوس عامه تفضل راكده، ده غير ان هو مضر جدا لحالتك الماديه، ومضر جدا لاقتصاد دولتك، ومضر جدا لاقتصاد عيلتك. ده ممكن يكون دينيا في مشكله كبيره جدا. الفلوس دي مش جايه لك عشان تحوشها، الفلوس دي جايه لك علشان توزعها على الناس، تتبرع بيها، تستثمرها، تشغل الدنيا، تنمي بلدك، تنمي ارضك. دي معموله ان انت تحركها. مفيش فلوس معموله ان هي بس تفضل قاعده على جنب كده. طبعا في زماننا لازم تبقى محوش مبلغ للاحتياط، لان لا قدر الله الدنيا دلوقتي فعلا مش مضمونه. فتمام، حوش مبلغ كبير كمان مش مشكله، ولكن فوق المبلغ ده لو بتدخل ما شاء الله دخل كبير شهريا، لازم تحرك الدخل ده في صناديق استثمار. انا شخصيا الحمد لله ربنا كرمني يعني بدخل كويس، فانا كل شهر باخد نسبه كبيره من الدخل ده، كبيره يعني تتعدى ال 20%، وبقوم احطه على طول في صندوق استثمار موزع ما بين تقريبا 3 صناديق. بحط الفلوس متوازنه ما بين الثلاثه بالظبط، وخلاص بقعد كل شهر بعمل كده. وما عنديش مثلا يوم معين ناوي ابيع كله والم الفلوس، لا، انا الصراحه عامل الموضوع ده على اساس ان يمكن كمان 20 سنه ابص اقول طب ما ناخد بقى الفلوس، يمكن ابقى محتاج فلوس فاسحبها، يمكن ابني يبقى عايز يخش جامعه بقى بعد 20 سنه اقوم اسحب الفلوس وادخله جامعه. يعني ما اعرفش هصرفها في ايه، بس انا سايبها وخلاص، وهي تتورث بقى باذن الله يعني. فده بالنسبه للناس اللي معاها فلوس كتيره. طيب لو انا شخص دخلي معتدل وبحوش رقم معتدل جدا 5000 جنيه مثلا ولا حاجه، هل استثمر المبلغ ده ولا لا؟ الاجابه الاحسن ان انت برضو تستثمره. مبلغ بسيط جدا،
المبلغ ده مش هيعمل لك عائد خالص هتحسه، ولكن في حاجة جميلة جدًا في الاستثمار اسمها الcompound interest. فكرة الcompound interest إن أنت دلوقتي لمّا بتحط 5000 جنيه النهارده ويعدّي عليها مثلًا شهر أو يعدّي عليها مثلًا سنة أيًا كان، عدّى سنة وأنت في السنة دي عملت 25% مثلًا يعني أرباح أو العائد اللي جه على ال5000 جنيه. فال25% دي تقريبًا ما باعرفش أحسب يعني، تقريبًا 1500 جنيه حاجة بالشكل ده. فال1500 جنيه الزيادة دول، أنت لمّا تفضل تسيب فلوسك دي داخل صندوق الاستثمار اللي بيعمل compound interest ده، أنت دلوقتي مش بتستثمر 5000 جنيه لأ، أنت بتستثمر 6500 جنيه. كل شهر بينزل لك عائد، المبلغ الجديد ده بعد ما نزل العائد بتاعك ده، هو بيبقى المبلغ الجديد اللي استُثمر في سوق الأسهم، مش الأولاني بس اللي أنت حطيته. فده بيخلّي إن على المدى البعيد أنت النهارده بدأت ب5000 وكل شهر بتزوّد رقم بسيط، ولو ما بتزوّدش حتى هو ال5000 دي عمّالة تكبر. بعد 20 سنة هتلاقي والله ده أنا السنة اللي فاتت كنت مستثمر نُص مليون جنيه، 500,000 إيه ده هم جُم منين؟ ما هو ده التراكم بتاعك بيعيد استثماره تاني. فدي واحدة من أسرع الحاجات اللي في الدنيا اللي بتكبّر أي رأس مال. طبعًا كل ما فلوسك تبقى أكتر، كل ما بتحس أكتر، ولكن لو فلوسك قليلة أنصحك إنك تعمل ده، بعد 5 ل10 سنين فعلًا هتكتشف إن أنت بقيت مليونير في وقت قليل أوي. وألذ حاجة في الموضوع ده أنت ممكن تفتح جوجل دلوقتي أو حتى تسأل أي AI tool وتقول لهم أنا عايز growth calculator بتاع الcompound interest بتاع سوق الأسهم في الدولة الفلانية مثلًا، وتقول له أنا هاستثمر الرقم الفلاني وكل شهر هازوّد كذا، عايز أعرف تقريبًا كمان 10 سنين هتبقى ثروتي قد إيه. وهتستغرب إن أنت حطيت مثلًا 10,000 جنيه في الأول وكل شهر بتزوّد 1000 جنيه وكمان 10 سنين أنت بقى معاك مثلًا 15,000,000 جنيه مثلًا يعني، وأنت مش فاهم هو إزاي في 10 سنين بس عملت 15,000,000 جنيه. وأنا أصلًا النهارده هل أنا عندي خطة عملية إزاي هاقدر كمان 10 سنين يبقى معايا 15,000,000 جنيه؟ الإجابة لأ، فهاعمل الموضوع ده. فده بالنسبة للناس اللي فلوسهم قليلة. آخر حاجة خالص عايز أتكلم فيها هي فكرة لو أنا قررت إن أنا عايز أدخل سوق الأسهم، أعمل إيه بالضبط؟ في شقين للموضوع ده. لو أنت شخص عايز يخش بنفسه وعايز يتعلم الموضوع وعايز يقرا أكتر عنه ويسحل نفسه وعنده وقت إن هو يفتح سوق الأسهم كل يوم ويبُص ومش عارف إيه، دي حاجة اسمها day trading. الday trading ده شخص لمّا سوق الأسهم بيفتح هو بيبقى فاتح شاشات قدامه، شايف السوق كله، وبيقعد في نفس اليوم يقعد يشتري أسهم في الأول ويقعد يبيع في آخر اليوم. ده راجل بيعيش على المكاسب اليومية بالday trading، وفي الأغلب الناس دي بتعملها بمبالغ كبيرة أوي علشان في اليوم الواحد يطلّع مكسب حلو في اليوم، وفي نفس الوقت بتكون دي شغلته الأساسية. وأنت في الأغلب لو بتتفرج على الفيديو ده أنت بعيد عن الحتة دي، هي مش أحسن حاجة خالص ليك في الوقت الحالي. فعشان كده الشق التاني هو شق الdelegation. الdelegation يعني إيه؟ يعني أجيب حد أقول له أنت استثمر لي فلوسي. الموضوع ده بيحصل من خلال إن أنا أروح لشركات اسمهم brokers، دي شركات مختصة أنت بتدّيهم فلوسك وبتقول لهم أنا مثلًا عايزكم تاخدوا مخاطرة عالية أوي أو مخاطرة متوسطة أو لأ قلل المخاطرة بس تقلل معاها المكاسب بس تكون إيه، الدنيا في السليم. وبتدّيهم فترة زمنية وبتدّيهم الbudget بتاعتك وهم بيستثمروا لك فلوسك بنفسهم وبعد كده بياخدوا نسبة من الأرباح اللي في الآخر. فده فكرة البروكر اللي هو بيستثمر لك فلوسك بنفسه. أنا برضه ما باحبش الstyle ده، أنا أحب يا إما أبقى شايف الحاجة بنفسي، يا إما يعني ما أدّيش حد نسبة من أرباحي والله أعلم. وتيجي الشق التالت اللي اتكلمنا عنه وهو صندوق الاستثمار. دَوّر على صناديق الاستثمار اللي هي تبع الشريعة، شوف أكتر صناديق شغالة كويس. لو أنت عايز تاخد خطوة زيادة شوف الشركات اللي في كل صندوق وشوف الشركات دي أنت متوقع في الفترة الجاية هتكبر والّا هتقل. هل في أي شركة من دول مثلًا بيقولوا إن هم هينزّلوا منتج جديد مثلًا أو حاجة، فأنت عارف ده أول ما ينزل ده هيكسّر الدنيا فالصندوق ده أكيد هيترفع. بُص عليها من المنظور ده وبعد كده اختار صناديق معيّنة اللي أنت خلاص راضي عنها، وابدأ حُط فلوسك فيها. طبعًا كل ما بتفرّق على صناديق أكتر، كل ما بيبقى أأمن لك أنت، ولكن لو فلوسك قليّلة ممكن تختار صندوق واحد في الوقت الحالي، ما فيش مشكلة في ده. فالموضوع ده برضه ممكن تعمله من خلال إن أنت تكلّم البنك بتاعك. معظم البنوك اللي في مصر تقدر تقول لهم أنا عايز أدخل سوق الأسهم من خلالكم، وبيدّوك منصة تابعة للبنك فيها كل تفاصيل سوق الأسهم. والحاجة التانية اللي هي الأسهل بكتير هي الapplications اللي موجودة على الموبايل في مصر، اللي هي بتتكلم عن الاستثمار سواء كانت Thunder، EFG، Hermes One تقريبًا، وأعتقد دلوقتي تلدا عامل نفس الفكرة بالضبط والله أعلم. أنا مش متأكد أوي والّا يمكن تلدا يكون في صناديق الاستثمار فقط والله أعلم. ففي apps كده دي موجودة في مصر
كلها تابعة لوزارة المالية، كلها تابعة للبنك المركزي، يعني مش هيضحك عليك، وبتقدر من خلالها تستثمر بسهولة أسهم بنفسك بضغطة زرار، تحط الفلوس في الصندوق اللي أنت عايزه أو في السهم اللي أنت عايزه. ده كان سريعًا جدًا كده المقدمة بس عن موضوع الاستثمار. في تفاصيل كتيرة جدًا، لو الموضوع الحلقة عاجبكم نعمل بقى إيه تفصيليًا لكل واحدة من دول، ما فيش أي مشكلة. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتكتب كومنت وتعمل شير للفيديو، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.